السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولادي في نص الليل طقت في دماغهم عايزين حاجة حلوة، وما عنديش ولا عندي دقيق فاخر بتاع الحلويات، ولا عندي بيض، ولا عندي سمنة، ولا عنديش أي شيء. ما دخلت المطبخ قلت هعمل لهم حاجة حلوة وخلاص. عملت لهم الحاجة الحلوة دي، طبعا زي ما انتم شايفين كده اهو. دي كيكة شوكولاتة كلها على بعضها، بالشوكولاتة على بعضها كلها من أولها لآخرها. صوص الشوكولاتة ده برضو كله عملته من غير لا دقيق فاخر، ولا بيض، ولا سمنة، آه، ولا أي إمكانيات. يعني المهم قال لك في المثل عندنا الشاطرة أيوة الشاطرة تغزل برجل حمار. وتعالوا نشوفوا مع بعضينا ازاي عملنا كيكة الشوكولاتة دي. زي ما انتم شايفين كده جميلة خالص، من غير ولا أي حاجة. زي ما انتم شايفين كده، حتى كان مش دقيق اللي هو الفاخر مش موجود. وتعالوا معايا نشوفوا المقادير اللي احنا عملناها، وازاي عملنا الكيكة دي. وفضل منها كمان صوص الشوكولاتة دوت. وهعمل منه حاجة تانية بكرة إن شاء الله. ولكن الصوص اللي أنا عملته كفة وزيادة. والمقادير بتاعتنا كوباية مج كبير زي دوت كده اهو من الدقيق، مج وربع دقيق، ربع كاكاو خام هنضيفهم عليهم. سكر، مج الا ربع سكر. نقلب المكونات كلها دي على بعضها. معانا معلقة من النسكافيه سريع الذوبان. هنحط عليها مية مغلية. هنقلبها برضو ونسيبها على جنب. معانا ربع كوباية زيت. ربع كوباية زيت هنحطها عليهم كده اهو. معانا معلقة كبيرة ليمونة معصورة، أو نص ليمونة، أو خل اللي عندك تحطيه ماشي، خل أو ليمون. معانا هنا اهو ذرة ملح، ومعلقة من بيكنج الصودا اللي هو بيكنج باودر، البيكنج اللي هو الكربوناتو. هنحطهم هنا اهو. طبعا أول ما هنحطهم هيتفاعلوا مع بعض زي ما انتم شايفين كده. ده بدال الليمون، بدال اللهم صل على سيدنا محمد، بدال البيض. بعد كده هنحط النسكافيه اللي احنا عملناه عشان ندوبهم كده مع بعض. هنقلبهم لحد ما تبقى عجينة متماسكة. كمان هنحط ذرة فانيليا. ذرة فانيليا يعني دي اختياري. بالمنظر ده يبقى القوام كده زي ما انتم شايفين كده اهو. انا لقيت القوام يعني تخين شويه، حطيت له ميه تاني سخنه. كانت عندي ميه في الكاتل سخنه. زي كده الدقيق اصلا انتوا مش هتعرفوا اذا كان هيقبل كام، بس فانتوا على حسب ما يقبل الدقيق. لو نقصت لو لقيتوه تخين حطوا ميه سخنه. لو القوام كويس خلاص. لا لقيتوه كمان يعني ماهي، حطوا شويه دقيق. فعشان كده تبقى ايه مظبوطه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يبقى القوام زي كده. طبعا معايا طاسة دهنتها زيت، وهنحطوها كده اهو. هنحطها على نار هادية جدا جدا
كده اهو، هنحطها على النار وهوريكم النتيجة. انتظروني، في كمان حاجة تانية هنعملها دلوقتي. كده حطينا الكيكة على نار هادية، على نار البوتاجاز من فوق على نار هادية جدا، وغطيناها كمان عشان ما يطلعش منها أي بخار. هنحط ربع كوباية لبن، هنعمل الصوص بتاع الشوكولاتة. ربع كوباية لبن، هنحط معلقتين من كاكاو الخام، معلقتين كبار، وهنحطهم على الخلاط وهننزل الزيت عليهم سرسوب كده اهو. كده حبايبي زي ما انتم شايفين عملنا صوص الشوكولاتة. فضل كوباية مليانة اهي وطبق كمان صغير. هنشوف ايه اللي هيكفي منه، والباقي برضو هنستعمله مش هنرميه. دوت عملناه من معلقتين بس كاكاو خام. شوفوا بالقوام الحلو خالص دوت، عشان الكاميرا طبعا مدية لون بني كاتم هنا وبني فاتح في الكوباية. انا الكوباية اتعبت خالص، رحت نقصت منها حطيت في الطبق زي ما انتم شايفين كده. يعني هو كده فاتح شوية في الطبق باين عليه. كده خلصنا الكيكة زي ما انتم شايفينها، كله هدية على البوتاجاز من غير ما حطيناها في الفرن خالص. هنحط صوص الشوكولاتة من فوق كده، وشوف كده طابت فوق وتحت، وغرست فيها الشوكة ما طلعتش بأي شيء، وجامدة زي ما انتم شايفينها كده. لو عاملينها في فرن او كده كنت هتقول الوش اللي من فوق ده محروق، ولكن ده اللون البني الكاتم. يعني لما طابت خالص انا مغطياها بغطا، وهحط عليها صوص الشوكولاتة الكوباية كلها. واذا احتاجنا من الطبق اللي هو كانت كوباية مليانة وطبق، لو احتاجنا منه هنكمل، بس هي كده متهيألي هتاخد الكوباية بس. هنوزعها كلها على الطاسة، وبعد ما نوزعها تبرد خالص كده، وبعد كده ننقلها نقطعها قطع يعني، وبعد كده هنطلعها في طبق. زي ما انتم شايفين كده بسوي صوص الشوكولاتة من فوق. انا عيالي يهبوا يعشقوا صوص الشوكولاتة دوت اللي احنا عاملينه، اللي هو طعمه زي النوتيلا كده. بعد ما تبرد هنقطعها وهنشوفها، هنحطها بإذن الله في الطبق، وهوريكم برضو ايه اللي هنوريكم ايه بالظبط هتبقى طعمها وسمكها. هتشوفوها بالظبط يعني. بسويها بالمنظر دوت زي ما انتم شايفين كده، والعيال مش مستنين. وبعد ما حطيناها كده اهو في الطبق زي ما انتم شايفين كده، الطعم بتاعها خرافة بصراحة. ما اقول لكمش على طعمها وجماله. زي ما انتم شايفين كده اهو، زي ما انتم شايفينها جميلة جدا جدا. يعني شوف كده بتتقطع ازاي، متماسكة حلوة يعني، وجميلة خالص كلها. دي من غير لا بيض ولا سمنة ولا والدقيق اللي أنا عملته بيها كان دقيق أصلا دقيق تومين، يعني دقيق البلدي بتاعنا اللي بنخبز بيه العيش، مش دقيق حلويات. ومتماسكة اهي، لا هي ما يعني لا ماهية ولا سايبة، يعني حلوة متماسكة جميلة وتتقطع. قطعتها بالمنظر دوت وباكل أنا، آخد حتّة قبليهم. هم كلّهم مستنيين على كده عايزين نوايبهم. فإن شاء الله كده يا رب تعملوها وتاكلوها بألف هنا وشفا. ده الطبق اللي فضل، زي ما قُلت لكم هيفضل منّيها طبق، هاعمله بأي حاجة تاني. وإن شاء الله يا رب تستفادوا بكل خير، ويا رب تكون عجبتكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.